أليكس فيدال ليو على جهة اليمين، لمسة باتجاه جوميز ممتازة لبرشلونة، خطيرة من أندري جوميز. لويزيتو جميلة من سواريز. الله يا لويزيتو، هدف أول لبرشلونة بعد المئوية التهديفية الكبيرة مع البارسا. يبدأ مشوار جديد مع الأهداف والبحث ربما مع مئوية جديدة أو عن مئوية جديدة لبرشلونة. له مع برشلونة لمسة وتمريرة من جانب فيدال جوميز، تحرك جميل، صاحب قدم قوية، صاحب حس تهديفي عالي، صاحب لمسة رائعة داخل منطقة الجزاء، واحد من أفضل مهاجمي العالم حاليا إذا لم يكن رأس الحربة رقم واحد، رأس الحربة رقم واحد حاليا بالنسبة لي لويزيتو. سواريز يسجل هدف يحتاجه برشلونة، مهم من أجل الراحة، مهم من أجل التماسك أكثر، مهم من أجل الثقة، مهم من أجل تخفيف الضغوطات، مهم من الملعب لبوسكيتس. لمسة لرافينيا، هجوم برشلوني الآن، البارسا في الهجوم، الكرة للمجتهد أردا توران، رافينيا يلعبها عرضية خطيرة، الثاني لبرشلونة. ليو فعلها ميسي، فعلها أخيرا في شباك راس اللي لم تستقبل أي هدف من ليونيل. هدف ثاني الآن لبرشلونة اليوم، هدف لليونيل ميسي. عصية لم تعد عصية، ضحية أضيفت للضحايا، نظيفة لم تعد شباكهم نظيفة، أصبحوا الآن ضد ميسي وبرشلونة مجرد بقايا. هدف من جانب ليونيل بعد عمل رائع رافينيا للقائم الثاني. ليونيل انتظرها ويعرف مكانها وتعرف مكانها، تعرف مكانها ومكانتها، وطبعا يسجل من خلال هذه اللقطة هدفا ثانيا لبرشلونة. ليونيل ينهي تقريبا آمال لاس بالماس في هذه المباراة. 2-0 تأمن على النتيجة لبرشلونة يا انريكي، لذلك أعطينا نيستا وأعطينا نيمار لنستمتع أكثر. الآن ميسي مسجل هدف للمرة الأولى في شباك لاس بالماس، المرة الأولى في شباك لا توقع في رتم المباراة. طبعا برشلونة من أجل الفوز بأقل مجهود. لمسة باتجاه رافينيا داخل منطقة الجزاء، لويزيتو يا كبير يا كبير لويزيتو، ما هذا السحر المثير، هذا كثير يا اليوم وهذا كثير يا سواريز. يا لويزيتو جميلة لبرشلونة في مقتل، وضعها له في مقتل خبث الكبار، لمسة الكبار، مهارة النجوم الكبار القادرين على أحداث الفارق في أي وقت. شوفها مرة أخرى في الزاوية البعيدة. وينها يا فراس، وينها يا فراس؟ تحتاج إلى فراسين وثلاثة وأكثر من 4 فراسات كحراس مرمى للوصول لهذه الكرة البعيدة الصعبة القاتلة الجميلة من سواريز. هدف ثاني له في هذه المباراة، هدف ثاني له بعد المئوية، وهدف وآخر وتاريخ وأرقام للويزيتو. الهدف الجميل والإشارة لأنصاره والحب لجماهيره وتبادل الحب أيضا من أنصار برشلونة بعد السنوات الرائعة التي يقضيها. العلاقة ليست 100% مع الركب لسبب بسيط أنه لا يلعب أساسيا ليو سواريز. الهاتريك يا سواريز، لويزيتو الهاتريك، والرابع يا توران. واجمل من الهدف سجدة، أجمل من الهدف سجود، وهدف رابع، إبداع بلا حدود، تمريرة عابرة للقارات للمساحات. لويزيتو كان يريد الهاتريك، الحارس فراس يمنع، ولكن توران
يؤكد فوز برشلونة برباعية اليوم الرابع يا أردا توران. لقطة جميلة لمصلحة برشلونة وهدف رابع بدايتها بلمسة ساحرة من ليو. ثاني بعد ذلك ميسي بعد تمريرته للويس تزيد لويس سواريز تألق في بعد فاراس، وبعد ذلك أردا توران في انتظارها هدف رابع يسجل أردا توران في مباراة اليوم، يكافئ على جهده بعد عطاء كبير اليوم. الكرة بالخطأ من الدفاع وفتحت الآن فتحت المساحات لبرشلونة ولويزيتو لمصلحة اليوم. دفاع تدخل جوميز خلصوها عادوها مرة أخرى برشلونة. حذاري 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 من الانهيار. برشلونة لا يريد أن يفرط في راكيتيتش في الوقت الحالي. لمسه من جانب فيدال، تمريرة الرديلة فيدال، انطلاقة ممتازة على جهة اليمين. باكو الكثير خطيرة داخل منطقة الجزاء وأردا في الانتظار. فيدال والخامس يا أليكس فيدال، هدف خامس لبرشلونة. الله يا باكو الكثير، تمريرة رائعة، عمل كبير يا فيدال، عمل كبير يا فيدال. ليست كل الأيام صعبة يا فيدال، ليست كلها سيئة يا فيدال. لابد أنك تعود، ولابد أن الابتسامة تعود، ولابد أن الروح تعود. شوف الهدف وتأثير على اللاعب في الظل، في الدكة، في غرفة العلاج، وفي الشارع، وبعيدا عن التشكيل الأساسي. شوف كلهم كيف يفرحوا من أجلك فيدال، شوف كلهم كيف وقفوا معك فيدال في لقطة الهدف. شوفها مرة أخرى من باكو، انطلاقة سريعة وصاروخ. في اللقطة الماضية كان كالصاروخ جاء من بعيد فيدال. باكو يحسب له التمريرة، وفيدال أجمل نهاية لنجم إشبيليا السابق. وهدف اليوم المهم طبعا من أجل استعادة الكثير، من أجل الروح، من أجل الثقة. اللاعب الذي كان يعاني في الأيام الماضية قال أنني لم أشتكي كثيرا، لم أتكلم كثيرا، لكني في مرات عديدة كنت أعود إلى المنزل وأكون في حالة صعبة، أشتكي لعائلتي.